يا أمينة تقولي لنا رسالة كده لكل شخص الشيطان أسره بالخطية ومعذبه. يصلي صلاة يسوع دائما، ما فيش حاجة بتخوف الشيطان غير اسم يسوع. يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع عني، يا رب يسوع المسيح احميني بدمك. كده في كل وقت تقدر، ممكن اي واحد يصليها وهو ماشي وهو قاعد وهو نايم وهو بيشتغل. صلاة قوية جدا جدا. بيقول لك واحد من القديسين ان اسم يسوع ده كأنك اتناولت، يعني يترعب الشيطان من اسم يسوع. المشكلة ان الانسان ممكن يكون ضعيف، يعني يصلي مرة واثنين ويحس ان هو لسه في الخطية، فيحس بقى مش ورا احساسنا، احنا نمشي ورا قوة ربنا، هو اللي يقوي. احنا حاسين ان احنا ضعفا نلجأ لربنا، مش نايمين في الخط، نلجأ للي اقوى مننا يقوينا. ممكن كمان يجيله احساس ان هو خاطي، لا انا ما استحقش بقى اخش الكنيسة ولا اتقرب من الاسرار المقدسة، لا انا انسان خاطي. لا، ما هو ده احساس من الشيطان ده عشان يقولك عن المناولة، عن كده، ويقول لك لا هو نار ونور، نار ونور. طبعا غلط، احنا ما عندناش كده، هو المناولة نور مش نار. مرة واحدة اخت رهبة بس مش في جنب البيت تاني، ما كانش بتتناول وكان بيحاربها الشيطان، يعني كل ما تيجي تنام يجيلها كده عيان بيان ويعذب فيها. فقالوا لها لازم تتناولي، بس فراحت سمعت الكلام، ربنا هداها وراحت تتناولت. اليوم ده الشيطان ما قدرش يدخل اوضه النوم بتاعتها، وقف بره يقول لها حرقتيني حرقتيني حرقتيني. المناولة حسن طبعا. ومرة برضه واحد كده وسيط من الشعب يعني جه قال لي يا أمينة أنا حلمت حلم، عايزة تقولي لي ده إيه؟ قلت له إيه؟ قال لي أنا حلمت إن زي ما تقول الكرازة ومكتوب فيها التناول قوة. أنا ما كنتش بتناول منها، وأول ما ابتديت أتناول حسيت بقوة دخلتني. التناول قوة يا أمينة، قوة. وفعلا الواحد مش لازم يسيب المناولة دي خالص، دي قوتنا حسننا. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه.